نعتبره في غاية الأهمية، وأستغل هذه الفرصة السيد الرئيس، السيدات والسادة المستشارين، والمناسبة شرط للتطرق إلى مجموعة من الإشاعات التي روجت مؤخرا حول موضوع رجال ونساء التعليم، لأن الموضوع كان أو مصدر هذه الإشاعات كان هو البرلمان. لأقول بأنني لم أتحدث في موضوع زيادة أجور الأساتذة نتاع التعليم في أي لحظة من اللحظات، ولم أتناول موضوع فرض رسوم على التلاميذ في أي وقت من الأوقات. لم أتحدث إلى أي فريق نيابي وإلى أي تمثيلية نقابية، بل وعلى العكس من هذا عبرت في جلسة عامة في الغرفة الأولى على أن نساء ورجال التعليم هم محور الإصلاح، وأعتقد وأؤكد هذا الكلام إيمانا مني بالمكانة الضرورية واللازمة التي يحتلها نساء ورجال التعليم في تطوير المنظومة التربوية لبلادنا. تنغلق القوس وأرجع إلى القانون.